مشاهدينا أهلا بكم في حوار فرانس 24. لقاء اليوم لقاء خاص جدا، فضيفتي لم أرها ولم ترني لصعوبة الوصول إليها في البلد المتواجدة فيه. المقابلة تم إجراؤها معها قبل حوالي الشهر ولم نتمكن من الحصول عليها سوى الآن. ضيفتنا لهذا اليوم السيدة منتهى الأطرش، الناطقة باسم الجمعية أو المنظمة السورية لحقوق الإنسان، وابنة سلطان باشا الأطرش الذي ثار على الفرنسيين إبان الاستعمار الفرنسي. ضيفتنا قلمها جريء ولسانها حاد، تشرح لنا بداية كيف ترى الوضع السياسي في سوريا اليوم. يعني هي أول من بلشت الأحداث بلشنا نحن نتحدث، يعني أنا باسم منظمة سواسية وجهت له شخصيا للدكتور بشار، وبعرف إذا سمعت أنت، قلت له أنا مثل أمك مثل أختك، حاورهم يا دكتور بشار، هدول شباب المستقبل وأنت فيك روح الشباب، حاورهم شوف شو بدهم، وأنت وهو أنت وياهم يعني شباب المستقبل، بدنا نبني سوريا نبني بلدنا. كانت النتيجة إنه شو عملوا؟ ردوا علينا بمجازر في درعا ووراها مجازر في بنياس. يعني هن من البداية أنا بشوف حلول سلمية مش ناويين عليها، ناويين التشبث بالكرسي وقمع المواطن وقمع الشعب. شيء اسمه حرية وديمقراطية مش متربين عليها، والشعب وصل لنقطة اللا عودة، يعني مصمم على حريته وديمقراطيته. وعن البدائل القائمة للنظام السوري تقول لنا السيدة الأطرش. طبعا بدك تقول مين كله لحد الآن. أنا لما رحت على بعيد الجلاء، طيب أنت ليش ما بدك طيب مين في هذا غلط. أنا بلاقي هذا السؤال. نحن عندنا شخصيات محترمة وعندها تجارب. هذا إجا غيروا له الدستور من شانه ب5 دقائق ونصبوا ابن رئيس وقاعد على الكرسي، هو كأنه ابن رئيس وبس مهمته بيطرح حلول وبيعمل نظريات في المؤتمرات، بتضل حبر على ورق. صار له 10 سنين بيقول بدنا نعمل إصلاحات، ما في إصلاحات ولا قادر يعمل إصلاحات، لأن بعتقد المفسدين والحرمية والعصابة مشكلة دولة ضمن دولة في سوريا، دولة بتضغط عليه. فرضا خلينا نقول انه هو عنده رغبة بالاصلاح، مش قادر يتحرك، ما هو هالعصابة حواليه ومنهم وفيهم هن انا بلاقيهم كلهم عصابة لهم علاقة مع بعضهم ما بتخرج منها. وبعدين نحن عندنا شخصيات محترمة داخل سوريا بس مغيبة. رياض الترك قليل، الأستاذ هيثم المالح قليل، الدكتور عارف دليلة مثلا، هي بالداخل اللي بنعرفهم. وبالخارج في شخصيات كثيرة مثل الدكتور مثلا غليون ما له قليل. أنا عم بقرأ مثلا هلا شو طارح الدكتور طارح شغلات كثير حلوة أنا اقتنعت فيها دكتور برهان غليون بالنسبة للمعارضة ولازم توحيد مواقفها، ومو كل واحد عنده فكرة يجي يطرحها على التلفزيون باسم المعارضة. صح، بتسبب تشويش يعني للمعارضين والمحتجين. أما عن المخاوف من أن يكون البديل للنظام السوري إسلاميا فتقول لنا السيدة منتهى الأطرش. الإسلاميين مو شريحة من هالمجتمع، مو إلهم الحق مثلا يشاركوا، إلهم الحق يشاركوا مثل ما الشباب إلهم الحق يشاركوا، وفئات المجتمع كلها إلهم الحق تشارك. يعني كلنا بدنا نحاول ننقذ بلدنا ووطننا.
وبعدين الإسلام يعني كان سابقا متشدد، لكن الأيام طورته وغيرته. وبعتقد وإذا كان في يعني متشددين يبقوا قلة، أكيد بدهم الفئة الجديدة اللي طالعة بدها تقنعهم بضرورة التخلي عن هذا التشدد، لأنه المفروض يكون التعايش للجميع، لجميع الطوائف ولجميع المعتقدات. وسوريا يعني بلد الأحرار، ليست بلد الأسد وليست مزرعة لآل الأسد. يكفينا 40 سنة ظلم وقهر، خلص لازم نحط حد نحن لصالح بلدنا. مثل غيرهم هالإسلاميين مع فئات المجتمع الأخرى، مع شرائح المجتمع الأخرى، المفروض يشاركوا في بناء وطنهم. الوطن ليس، سوريا ليست لفئة واحدة ولا لطائفة واحدة ولا لحزب واحد. سوريا لجميع أبنائها ولجميع طوائفها. كما علقت لنا السيدة منتهى الأطرش على رواية النظام وهي المؤامرة والمندسين. أنا تصوراتي إنه لا في مندسين، ومثل ما هن عم يدعوا، ولحد الآن ما في مؤامرات. إذا في مؤامرات، نحن بوحدتنا وتكاتفنا كشعب كمعارضة منوقف بوجه المؤامرات ومنحبطها، لأنه نحن أولاد هذا الوطن ووطنيين أحرار. نحن يعني دارسين التاريخ جيدا وعارفين قيمة الوطن وقيمة الاستقلال وقيمة الجلاء. ما ممكن يعني نحط إيدنا بإيد الأجنبي. نحن قد ما كانت المعارضة كل ما كانت مع بعضها وإيد واحدة، المحتجين والمعارضة نقدر نوقف بوجه المؤامرات الخارجية. لابد يعني ما يكون لنا أعداء، شايف، ولكن بوحدتنا نحن بنسقط المؤامرة الخارجية. وحول الممانعة التي يتحدث عنها النظام السوري تحدثنا السيدة منتهى الأطرش. أنا عندي قناعة 100% إنه هذا النظام عنده أمن الكرسي أهم من أمن الوطن، وعم يتسلح، هو عم يتسلح بأنه هو الوحيد اللي واقف بوجه إسرائيل والقوى الخارجية. هل الذين سيأتون من بعده ويستلمون الحكم في سوريا دغري يعني بدهم يتآمروا ضد بلدهم ويحطوا ايدهم بايد الاعداء والاجانب والخارج؟ هذا غلط. نحن بدنا نكون في جبهة الممانعة واكثر منه، لان نحن بنحب سوريا اكثر منه، اكثر منهم كلهم. هن اللي مستلمين البلد، اغرقوها فساد ودمار ودمروا عقل الانسان وعقل المواطن. لا بيحترم اللي بيصف شعبه جراثيم. هذا بيجوز، هذا مثل القذافي لما بيقول عليهم مقملين وفاسدين ومدري شو، مثله. هذا عيب، هذا استهتار. اللي شعبك هو اللي اختارك بتقول عليه جراثيم؟ هذا عيب، ما بصير. واي ناس بده يجوا يستلموا الحكم وبدهم يديروا شؤون سوريا، اكيد بدهم يكونوا في جبهة الممانعة، بدهم تحرير الوطن، وبدهم سوريا دولة ديمقراطية ومدنية دستورية، يعني وأمن الوطن نحن أولا وآخرا مطلبنا، ومطلب الشعب النظيف المؤمن بوحدته وحريته وديمقراطيته.
وفي النهاية بيّنت لنا السيدة الأطرش رؤيتها بالنسبة إلى الحوار الوطني الذي دعت إليه الحكومة السورية. هذا المؤتمر أنا بعده لشق صفوف المعارضة، ولازم تكون المعارضة منتبهة لهالنقطة. توحيد صفوف المعارضة، بدها تحاول السلطة تشق الصفوف المعارضة والمحتجين وتضعفها لصالحها. لازم نحن نكون منتبهين لهالنقطة، وهذا يزيدنا تكاتف ووحدة كلمة، وننسق الجهود بين بعضنا. مثل ما قال الدكتور غليون، مو كل واحد يطلع ويحكي ويصرح باسم المعارضة والمحتجين، هدول يمكن فيهم مندسين ضد المعارضة والمحتجين، وحرف الثورة عن مسارها الحقيقي وهدفها الحقيقي. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من حوار فرانس 24. كما أشكر ضيفتنا التي استضفناها من سوريا السيدة منتهى الأطرش. إلى اللقاء.